وايه اللي حصل في خلال 10 سنين في مصر مخلين المصريين رافعين مناخيرهم للسماء وعمالين بيفتخروا بالانجازات اللي بتحصل. ليه اصلا؟ نبدا بالاقتصاد اللي كان كله عمال يهاجمه. الاقتصاد المصري في 2010 كان في المركز ال 42 عالميا. الاقتصاد المصري في الوقت اللي بكلمك فيه ده 18 عالميا. انت متخيل الفرق؟ كنا في الاول بنستلف وبنمد ايدينا للغريب، دلوقتي دوله بتصنع وعندها انتاج، سواء انتاج زراعي انتاج صناعي، وبالتالي بيحصل تجاره، وبالتالي بيحصل ان اقتصادك بينمو. من دوله فيها جماعات وغير امنه والسياحه فيها متدمره لدوله دلوقتي العالم كله عمال بيجي لك والسياحه زادت بشكل ملحوظ. المصريين كلهم منذ فجر التاريخ كنا عايشين على ضفاف النيل وعلى مساحه 7% بس من مساحه مصر. عارف دلوقتي بنعيش على قد ايه؟ 14% من مساحه مصر بسبب المحافظات اللي اتبنت. كان عندنا ازمه في السكن والكلام ده، عملنا اسكان اجتماعي بشكل يكفي كل المصريين، وكمان لو في ضيوف كمان بنكفيهم. احنا على فكره كنا دوله بنستورد كل حاجه، حتى ابر الخياطه كنا بنبعتها الصين تتخلط. دلوقتي بقينا دوله ما بنستوردش، بنصدر كل حاجه، من الشوكولاته اللي عايزين يعملوا عليها مقاطعه للسيارات للتليفونات للاجهزه، كل حاجه بتصنع عندنا. كنا بنستورد غاز عشان خاطر الكهرباء ما تقطعش، دلوقتي ما شاء الله بقى عندك احتياطي غاز. وغير كده محطه الضبعه النوويه اللي هتخليك في غنى عن الغاز اصلا. كنا دوله في المركز ال 118 عالميا في جوده الطرق، وكان عندنا طرق متهالكه. دلوقتي في المركز الكام؟ في المركز ال 18 عالميا، ارتفعنا 100 مركز. والله العظيم في انجازات كتير.